بانيجا غاضب. زيزو بيهدي لعب. وصلت الكرة الآن عند نبيل عماد دونجا. المباراة هذه مو اللي كانت في خاطري يا حسان. قلت في بداية المباراة لطالما تمنينا أن نشاهد مباراة تجمع الشباب بالزمالك، فهي تجمع الكرة الجميلة والممتعة والنظيفة والسهلة التي تثير الإحساس عند عشاق الكرة. ليست هي كذلك في هذه اللحظات. حسان مع بعض الاشتباكات. شايفين شيكابالا مع الصقور بيهدي. تنتظر من بانيجا وشيكابالا كقائدين أن يكونون حاضرين في مثل هذا الموقف. على فكرة طبعا شيكابالا لعب في المملكة مع نادي الرائد، لكني أترك السؤال هذا. طبعا التدخل بين بهذه اللقطة مع شيكابالا عمرو السيسي وبانيجا، حيث بدأت الاستفزازات من عمرو السيسي وردة الفعل من بانيجا. خليني أسأل هذه طبعا الإعادة التي كانت ما بين الجزيري وكذلك فتوح، وفتوح دفع حسان تنبكتي بهذه الصورة ليظهر بعد ذلك الحارس محمد صبحي، ويظهر بعد ذلك صقور علوش. يا سلام، انطلاقة حلوة والكرة تصل إلى ركلة مرمى. كرة حلوة كانت من بانيجا باتجاه الصقور اللي قال عنا بانيجا أكثر لاعب يفهمني، وفعلا كان فاهمه في الكرة الماضية وأرسل كرة. أمير عزمي مجاهد الزملكاوي. حكم اللقاء سيعود للVAR إن كان سيراها. لن تتجه للاعب شبابي، وهي لمست أيضا أولا فواز الصقور، وبعد ذلك عبد الغني الليبي احتسب ركلة جزاء للشباب. الآن للتسجيل. الزملكاوية زعلانين. اي والله الزملكاوية برافو. يعني عندنا أمير عزمي مجاهد فعلا زملكاوي لعب للشباب، ولدينا حسام احتجاج على ركلة الجزاء الشبابية. شيكابالا والأكثر صناعة للكرات الطويلة يصنع الفرح الآن. الله بانيجا بهكذا جمال وروعة. الشباب يتقدم بروح الشباب. عاد اليوم في واجهة البطولات العربية. الشباب له كلمة عربية. الله على بانيجا. هكذا جاءت وبأحلى بانيجا تراها عينها هنا حيث كانت، وجاءت في شباك محمد صبحي. مس الشباب. شكرا سلطان الغشيان، شكرا للخبراء بدر الحكماني وخالد الغندور. شكرا سلطان الغشيان، شكرا للخبراء بدر الحكماني وخالد الغندور.
في الجهة اليمنى من زيزو. شيكابالا يحاول التقدم، عادت الكرة. شيكابالا يستمر وينجح بالمرور، والكرة مقطوعة من دفاع الشباب. ما زالت مضالة، ذهبت الآن إلى الزمالك، خطيرة جدا، والكرة في أحضان كنسي. محاولة زملكاوية. هنا الانطلاقة الناجحة من شيكابالا في البداية، وهنا المرور، وهنا لمصلحة الزمالك. زيزو مرة أخرى، لمسة، محاولة وتسديدة. العارضة تتجلى أمام محاولة الزمالك. الأخضر زيزو يحاول ويحاول ويحاول. العارضة، عارضة هذه المرة، محاولة زيزو. العارضة تحرم زيزو من العودة للمباراة وتنقذ الغني. التحرك، محمد عبد الغام في الوسط، على طول أرسلت من سيد نيمار إلى شيكابالا، بيشوط بطريقته. هذه الإعداد وهذا أسلوبه، وهنا تكمن في طريقة أهدافه اللاعب العربي المصري الذي يجيد سحب الكرة إلى زاوية.